السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده غدانا هيبقى محشي ايه؟ محشي ورق لفت. ده ورق لفت اللي هو بيتحدق. احنا بنحب نعمله قوي، بيبقى طعمه حلو. الورقه بتبقى بالشكل ده او بيبقى فيه اكبر منها، يعني بيبقى فيه ورق كبير. هو شبيه شويه بورق العنب بس ملوش علاقه بيه خالص. بس بيبقى جميل قوي وطعمه حلو. فالنهارده هحشي ورق لفت، وهوريكم معايا بقى ايه واحنا بنعمله خطوه خطوه. بالنسبة بقى للتسبيكة بتاعتي، التسبيكة دي انا عاملاها دلوقتي. على فكرة انا عملتها قبل كده، يعني عامله لها فيديو خاص على القناة. بطريقتها من الاول خالص للاخر لحد ما بتتسبك كده. آه فانا طبعا عملتها بره الفيديو دلوقتي علشان الوقت بتاع الفيديو ما يبقاش طويل. بس انا عاملها فيديو خاص بيها على القناة قبل كده، يعني تقدروا تخشوا تشوفوه. معايا هنا الرز، انا نقيته طبعا وغسلته. وايه، وهبدأ احط بقى عليه التسبيكة اهو. بسم الله. التسبيكه اللي بتفيض معايا بحطها في الفريزر. بتبقى جميله قوي، ما بيحصلهاش اي حاجه، بس لما تبرد بس واحطها في الفريزر. وبتقدري تستخدميها في اي وقت انت عاوزاه. انا هقلب الرز كده لحد ما اشوف هيحتاج تسبيكه تاني ولا كده تمام. انا كده حطيت له التسبيكه اللي هو محتاجها اهو. والرز كده معايا اخد التسبيكه اللي هو محتاجها. هبدا بقى احط له البهارات. معايا هنا معلقه صغيره بس مليانه فلفل خلطه. ومعايا هنا معلقه ونص فلفل اسمر. هي بسبوسه. ودي معلقه شطه صغيره كده. ممكن احط شويه كمان لو انا حابه. على فكره عمر المحشي معايا ما تقيد ببهارات. انا بحط بالاحساس وبدوق يعني. خلاص يا حبيبتي خلاص. معايا هنا معلقه بابريكا. بتدي المحشي كده لون حلو كده وطعم احلى. حطيت معلقتين صغيرين، يعني معلقه كبيره. طبعا معايا اخر حاجه هنا الملح. الملح بقى انا هحط معلقه صغيره اهي. وكمان واحده اهي كمان. يعني معلقتين صغيرين. هدوق ولو لقيته محتاج هحط تاني. دي تقليبه بس كده عشان ادوقه، عشان البهارات تدخل فيه كله. بسم الله. عايز ملح. طبعا الملح يحسب كمية الرز اللي عندك في التسبيكة برضو. خلاص يا بوسي. مش عاملة دوشة، معلش يا جماعة النهاردة. شكلها كده هتجيب بيبي وقلب الدنيا من الصبح. بالشكل ده كده. البهارات تمام. بحط بقى على وش هنا الرز كده شوية زيت. يمكن في ناس ما بيعملوش كده، انا عارفة ان الزيت طري. بس بجد شوية الزيت دول بيخلوا الرز معايا طري، والمحشية نفسها بتبقى طرية كده لما بتطبخ. خلاص يا حبيبتي خلاص. كده جبت الحله بتاعتي وحاولت افرشها على قد ما اقدر علشان ادعمها بس ما تتحرقش من تحت كده. ودي كانت حته فلفله صغيره كده، لان كان عندي كده قرنين فلفله ايه، قلت محشيهم جنبهم بالمره. هعمل معاكم كده اول محشيتين ثلاثه. خلاص يا بوس. طيب خلاص. خلاص يا حبيبتي. الف سلام عليك. كده جبت الرز اهو. بسم الله. تلفيه خالص عادي اكنك بتلف ورق كرنب اهو، بالشكل ده. في ناس بتدخله مع الكرنب لما بيجوا يعملوه، يعني بيعملوه مع الكرنب. ف كل ما اتكلم وفكرني بكلمها معلش. خلاص يا ماما خلاص حاضر. انا مستغربه من حاجه، بس هما بيقولوا ان القطط لما بتيجي تولد بتبقى عايزه مكان فاضي وتروح تقعد في حته. بصي عايزين اقعد جنبها من الصبح. انا تقريبا لما اكون كبيره كده بقطعها اتنين بالشكل ده كده اهي. اهي. بسم الله. بالشكل ده. هعمل طبق كده واوريها لكم. شايفين انا خرجت قعدت في الصاله علشان احشي وانا قاعده.
لانها قاعده جنبي. شوفوا لازقه، مش هي مش عايزه تقوم، هي عايزاني اقعد جنبها علشان تسكت. مش عارفه ده ايه بقى والله. بس مع ان انا بسمع ان المفروض القطه لما بتيجي تولد بتبقى عايزه مكان ضلمه وتدور على حته محدش يشوفها فيها. دي عكس خالص، دي عايزاني اقعد جنبها وابقى لازقه فيها كده، ما اتحركش من جنبها. فانا هبدا احشي هنا بقى، وامري لله. انا كده خلاص خلصت الحشو كله اهو. انا هنا بغطيه، بحب اغطيه كده. مش عارفه ان كان واضح ولا لا. اهو بالشكل ده خلصته خلاص. بس انا بحب اغطيه علشان ايه؟ الرز اللي بيطلع كده من المحشي لما بحط عليه الشوربه او الميه. انا هحط عليه شوربه، كان عندي مرقه فايده من امبارح بتاعه السمان، فانا هحطها عليه وهولع عليه على طول، واحط الملح بتاعه كده. وبعد كده لما يستوي ان شاء الله هوريه لكم. على فكره الورق اللي على الوش ده مش بيترمي ولا حاجه، ده بيبقى طعمه حلو قوي، وبيتاكل مع الرز اللي بيطلع ده. خليني بقى اروح اولع عليه وبعد كده هوريه لكم. وهنا بقى هبدا انزل بالشوربه اللي انا سخنتها اهو. انا حاطه المصفى بس علشان لو فيها حاجه ولا كده بس. بسم الله. بس كده اهي. هحطها بقى على النار، وبكده المحشي بتاعنا يكون خلص. هو كده خلاص استوى اهو. هقلبه بقى في صينيه وارجع لكم تاني. هقلبه بقى. بسم الله. معلش. اهو انا عارفه ان هو كله اخضر في بعضه، بس بجد طعمه حلو قوي وريحته كمان حلوه قوي. دي الفلافل اهي مستويه خالص اهي ان شاء الله. بسم الله. سخنه قوي، مش عايز يدوق. سخنه سخنه. الله جميله، انت لسه دقت سخنه. هي لسه سخنه قوي، بس بص طعمه حلو قوي والله وريحته حلوه. جربوه. انا بحبه بصراحه عن ورق العنب، بالرغم من ان معروف ان ورق العنب في ناس طبعا بتحبه اكتر وكده، بس انا بحب ورق اللفت اكتر. شكرا لكم لو كنتوا بتتفرجوا معايا عليا لحد دلوقتي، ويا سلام.